من غير مبالغه بجد دي احلى طريقه ممكن تاكلوا بيها طاجن ورق العنب بالكوارع. الكوارع دايبه على الاخر وغرقانه مع ورق العنب في خلطه طعمها خطير. فيلا بقى نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه بنغسل الكوارع كويس قوي وبنقعها في ميه بملح وليمون لمده مش اقل من ساعتين قبل ما نسلقها. وتحت في الكابشن هكتب لكم تريكس كده لسلق الكوارع عشان تطلع معاكم مظبوطه ومن غير زفاره. نجهز بقى خلطه المحشي بتاعتنا. بصفر بصلتين كبار وبنزل عليهم بعصير طماطم وبحط عليهم شويه توابل كده وبسيبهم مع بعض لحد ما يتسبكوا كويس قوي. وبعد ما الصلصه تتسبك بكون مجهزه بقى على جنب الخضره بتاعتي كميه كده محترمه وبحاول اكون مقطعاها صغيره جدا على قد ما اقدر. وبعدين بضيف حوالي كوبايتين رز اسيبهم مع بعض يدوبك دقيقتين وبطفي عليه. طبعا نضيف بقى شويه دبس رمان ده بيودي الطعم في حته تانية. نسقي بقى ورق العنب بعد ما نحشيه بشوربه الكوارع ونغطيه بطبق بالشكل ده ونسيبه يستوي على مهله. نجهز بقى خلطه الطاجن الخطيره. نشوح 3 فصوص ثوم وبعدين ننزل عليهم بربع كوبايه خل. نضيف عليهم شويه طماطم متقطعه صغير جدا وشويه صلصه شويه توابل هكتبها لكم تحت في الكابشن. نسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض كويس قوي. نجيب بقى طاجن ورق العنب بتاعنا ونرص بقى طبقه ورق عنب وبعدين بقى شويه صلصه كده من اللي احنا عملناها في الاخر. نجيب بقى شويه كوارع متغرقه برضو في الصلصه نحطها في النص. طبقه ورق عنب تاني ونغرقه تاني بطبقه صلصه لحد ما يوصل معانا بالشكل الفظيع ده. عايزين يبقى متغرق صلصه. هندخله 5 دقايق تحت الشوايه ياخد لون وبجد هتاكلوا طاجن ورق عنب بالكوارع ما حصلش.